صلى على النبي يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تمر وهنعمل العصاير كلها بتاعه رمضان ان شاء الله باذن الله. فنزلنا النهارده باول وصفه اللي هي التمر. طبعا ده كله هيبقى موجود في اي بيت مصري، مكوناته كلها سهله وطبيعيه وجميله وهتسهل عليكي في كل حاجه. طبعا جبنا قالب التمر ونزلنا بيه على ميه سخنه وسيبناه على النار يغلي لحد ما خد كل حاجه تقريبا، كل المكونات، او لحد ما استوى. هننزل عليه بكوب سكر، وبعدين بعد ما يغلي كده وياخد وقته هنرفعه من على النار، وبعدين هننزل عليه بطبق نسيبه يبرد خالص، ونقعد نقلب فيه لحد ما يدينا اللون الجميل ده. وبعد كده هنصفيه ونسيبه دلوقتي على جنب. هنروح بقى نعمل التانك بتاعنا. ده سهل جدا وموجود في كل بيت. طبعا احنا في الشتاء واكيد مش هنشرب عصاير كتير وكده، بس اهو عشان نعوض بس الصيام. هنجيب التانك ونجيب شفشق كبير وننزل عليه بميه. طبعا اي حاجه بيتي هتعمليها في بيتك دي مضمونه وحاجه حلوه وسهله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلب، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. هننزل بمعلقتين تانك، 3 معالق على حسب ما حضرتك هتبقي محتاجه. طبعا احنا بنحب الحاجه مزه شويه، فعشان كده نزلنا بيهم ب3 4 معالق. وبعد كده هننزل بالسكر على حسب بقى ما انتي عايزه. تابعتوا الفيديوهات اللي انا نزلتها لكم قبل كده؟ كل حاجه حرفيا هتبقوا محتاجينها يوميا في البيت انا نازله بيها بكل حاجه. فحاولي كده تشوفي وتابعي معايا كل الفيديوهات وخطوه بخطوه، وان شاء الله تستفيدي من الفيديوهات بتاعتي. هنقلبها كويس كده لحد ما تدينا اللون ده. طبعا هنجيب بقى الازايز واي حاجه متاحه عندك توفريها عشان تعينيها في التلاجة وقت ما تحتاجيها تطلعيها. طبعا مش عايزه اقول لكم طعمهم جميل بشكل تحفه يعني. وهنا عبينا الازايز كلها وهنحطها في الفريزر، ووقت ما نحتاج هنطلع. عشان تعرفين بقى الشتا ومش محتاجين اصلا نشرب ميه كتير وعصاير كتير، بس عشان نعوض الصيام. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويعود عليكم بالخير والبركه. متنسوش يا حبايب قلبي تتابعوني وتعملوا لايك. مع السلامه.